السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإن تقوى الله عز وجل كما هي وصية عظيمة فهي طريق قويم بتوفيق الله إلى جنات النعيم. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره
قد جعل الله لكل شيء قدرا. وتقوى الله عز وجل تكون في كل آن وحين. قال الله لنبيه عليه السلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وشهر الله المحرم أحد الأشهر الحرم، والله عز وجل لما ذكرها في كتابه قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، بعد أن قال قبلها: منها 4 حرم، وهو آخر الأشهر الحرم 3 السردية. وأظهر ما يكون فيه من العبادات صيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الإكثار من صيام أيام شهر الله المحرم، وأعظم أيامه مما يتأكد منها الصوم يوم عاشوراء. جعلنا الله وإياكم ممن يسابق إلى الطاعات وينافس في الخيرات. ثم اعلموا عباد الله أن العهد المكي الذي قضاه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما كانت حافلة بالأحداث العظام والخطوب الجسام، مما يدل مجملا على مكانته عليه الصلاة والسلام. ظهر في تلك الأحداث اسم رجلين كان من مشركي قريش لم يؤمنا، لكنهما لم يوافقا قومهما في أذى نبينا صلى الله عليه وسلم. والأصل أن السواد الأكثر من قريش أشرافها ووضعاؤها ناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداء. قال الله عز وجل في كتابه المبين: وكذب به قومك وهو الحق. فتكذيبهم للنبي عليه الصلاة والسلام أمر متقرر خبرا وحدثا في الكتاب وفي السيرة النظرة والأيام العطرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ثمة رجال منهم هذان الرجلان لم يكن منهم أذى لنبينا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك عياذا بالله ماتا على الكفر. وفي خبرهما ما يمكن أن ينهل منه المؤمن من العظات النيرات. أولهما أبو البختري ابن هشام، رجل من بني أسد، كان عاقلا لبيبا، لم يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام قط في دعوته. ولما تضافرت أمور قريش على عداوة النبي وحصر بني هاشم في الشعب ومنعوهم النكاح والطعام والشراب، كان أبو البختري بن هشام أول من سعى في نقض الصحيفة. ثم مضت الأيام والدهور والأعوام، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما كان قبيل ليلة بدر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأسماء رجال نهاهم أن يقتلوا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا، كان منهم أبو البختري بن هشام الذي مات على الكفر. في تلك المعركة لقي رجل من الصحابة يقال له المجذر البلوي، أحد حليف بني سالم بن عوف من الأنصار، لقي أبا البختري بن هشام في المعركة ومعه رجل آخر، فقال المجذر رضي الله عنه لأبي البختري: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتلك، أي لم يرد أن يجيبه برفع السيف عليه. لكن أبا البختري قال: وعن زميلي، وأشار إلى رجل كان معه خرج سويا من مكة يقال له جنادة. فقال له المجذر رضي الله عنه وأرضاه: أما هذا فلم ينه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إما أن تبقونا سويا أو تقتلونا سويا. فتحاربوا تبارزوا، فقتل أبو البختري وقتل الرجل الذي معه. وقال قبل أن يقتل: والله لا تتحدث نساء مكة أنني تركت صاحبي من أجل الحياة. والله لا تتحدث نساء مكة أنني تركت صاحبي من أجل الحياة. هذا رجل من الرجال الذين لم يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر منهم رجل يقال له ابن الدغنة، وكان سيدا شريفا في قريش مطاعا. وقبيل أن يخبر الله عز وجل نبيه بأن المدينة، بأن يثرب يوم ذاك هي دار هجرته، استأذن أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم في أن يهاجر، وهذا في أول الإسلام، في أن يترك مكة حتى يتمكن من عبادة الله. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يهاجر،
فخرج أبو بكر حتى إذا بعد عن مكة مسيرة يوم أو يومين لقيه ابن الدغنة، وابن الدغنة عائد إلى مكة، فسأله: ما الذي بك؟ فأخبره أبو بكر، فقال ابن الدغنة يخاطب أبا بكر: والله إنك لتزين العشيرة وتكسب المعدوم وتقري الضيف. وأخذ يعدد بعضا من أوصاف أبي بكر التي يعلمها. ثم رجع أبو بكر مع ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة على مجالس قريش وأنديتها وهو يقول: إنني قد أجرت أبا بكر فلا تتعرضوا له بأذى. فقبلت قريش جوار أبي بكر عند ابن الدغنة لمكانته بينهم. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي داخل داره، ثم بدا له أن يبني مسجدا، فبنى أبو بكر مسجدا خارج الدار أضحى بارزا ظاهرا، فأخذ يصلي فيه ويقرأ القرآن. وكان أبو بكر رجلا بكان، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فكان نساء قريش وأولادهم وجواريهم ومملوكوهم ينظرون إلى أبي بكر فيعجبون من قراءته ومن رقة قلبه ومن بكائه فيتأثرون. فأفزع ذلك قريش، فجاءوا إلى ابن الدغنة وقالوا: إن أبا بكر خرج في صلاته على الناس وبنى مسجدا خارج الدار. فرجع ابن الدغنة إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال: إما أن تعبد الله في دارك، أي لا تخرج كما تفعل الآن، وإما أن ترد علي جواري، فإني لا أحب أن تتحدث العرب أنني قد خفرت جواري. فرد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه جواره إلى ابن الدغنة وقال: رضيت بجوار الله. أيها المباركون، هذان خبران لرجلين لم يسلما، فيهما من العظات والعبر ما يمكن أن ينتفع به المؤمن. أعظم ذلك وأجله أن من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه، والله أعلم بمن يترك الشيء من أجله، والله أعلم بمن يترك الشيء من أجله. فإن أبا بكر لم يقبل جوار ابن الدغنة ورضي بجوار الله، فأبدله الله عز وجل بالهجرة أن كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة. قال الله عز وجل: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والأمر الثاني وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان يتعامل مع المسلم وغير المسلم، لكن المسلم يتحرى الوفاء مع كل أحد، مع كل بر وكل فاجر وكل مؤمن وكل كافر. فلما سعى أبو البختري بن هشام ألا أن ينقض الصحيفة ويفزع للنبي عليه الصلاة والسلام ويفك بني هاشم من الشعب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في معركة هي ما بين الكفر والإيمان ألا يتعرضوا لأبي البختري ولا يقتلوه، فالمؤمن يبقى على ما يعتقده بينه وبين الله. لكن الإنسان ومثلكم أعقل وأرشد يعلم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وفاء لأبي البختري بن هشام نهى أصحابه عن قتاله في يوم بدر أعظم أيام المسلمين على مر التاريخ، فكيف يكون تعاملك مع من يعيش معك، مع زوجتك في بيتك؟ كيف يكون تعامل الزوجة مع زوجها وهما اللذان ينامان في فراش واحد؟ كيف يكون تعامل المرء مع جيرانه وهم كلهم يجمعك معهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ كيف يكون تعاملك مع إخوتك وأخواتك من المؤمنين والمؤمنات عندما تبيع أو تشتري أو تقضي أو تقاضي؟ كيف يكون تعاملك معهم؟ ينبغي أن يكون حلل الوفاء يكسونا في غدونا ورواحنا كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. يؤتى من خبر هذا أن بعض الرجال وإن كان على الفجور والكفر إلا أنه يبقى رجلا كامل المروءة. فأبو البختري بن هشام وهو يرى الموت بين عينيه يقول للمجذر رضي الله عنه: والله لا تتحدث نساء مكة أنني تركت زميلي يقتل وبقيت حيا. فالإنسان أعظم ما يأنف منه الغدر والمكر والخديعة، لا يرضاها الحر لنفسه، لا يرضاها المؤمن لنفسه أن يغدر أو أن يمكر أو أن يخدع، يعلم أن الله مطلع عليه في المقام الأول، وهذا ما كان يجهله أبو البختري رغم كفره.
فكفره جعله لا يرجو جنة ولا يخشى نارا، فكيف بالمؤمن الذي يرجو جنة ويخشى نارا؟ حري به أن يعلم أن ذلك متأت في حقه، فلا يغدر ولا يخون ولا يخدع. والله عز وجل قال: إنما بغيكم على أنفسكم، وقال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقال: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. فهذه الثلاثة لا محالة تعود على من ابتدأها، من مكر أو بغى أو نكث، فهذه الثلاثة تعود عليه لا محالة، عافانا الله وإياكم من ذلك كله. جاء في الخبر أن أبا بكر رضي الله عنه كان رجلا بكاء لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن. ما أنزل كتاب من السماء على نبي من الأنبياء أعظم من القرآن، والله يقول: الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والمؤمن يعلم أن في قراءة القرآن أجر عظيم ومقام كريم، وكلما كان الإنسان له حظ من قراءة القرآن في الليل وهو يناجي ربه، سواء قرأ من حفظه وهو أكمل أو قرأ من المصحف وهو يقف بين يدي الله، الله يقول: وقوموا لله قانتين. قال ابن عمر: لا أعلم القنوت إلا طول القراءة في الصلاة. فقراءة القرآن سواء في الصلاة أو في غيرها من أعظم القربات. وهذا الصديق المبارك رضي الله عنه وأرضاه فقه ذلك من أول الإسلام، فإن هذا كان في الثلاث سنين الأولى من بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. زادنا الله وإياكم علما بالكتاب والسنة، وجعلنا الله وإياكم برحمته من أهل الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، جاء في الخبر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صنع لنفسه مسجدا أو اتخذ مسجدا، لكن هذا المسجد هو مسجد في الدار، فلا يعد مسجدا في ملة الإسلام باعتبار صلاة الجماعة. ومعنى ذلك أن أول مسجد بني في الأرض المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى، وبينهما 40 سنة كما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما أشرقت شمس النبوة كان النبي صلى الله عليه وسلم ونفرا من أصحابه ربما صلوا فرادى في مسجد الكعبة، لكنهم لم يصلوا جماعة في المسجد الحرام. فصنيع أبي بكر هو مسجد بيت، مسجد دار، لا يعد مسجدا بالمعنى العام في الإسلام، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فبنى أول ما بنى مسجد قباء. ولهذا أنزل الله قوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ثم بنى صلى الله عليه وسلم مسجده الشريف الذي ينسب إليه فيقال المسجد النبوي، قال عليه الصلاة والسلام: ومسجدي هذا. ثم كان في المدينة مساجد: مسجد بني سلمة، ومسجد بني عبد الأشهل، ومسجد بني معاوية، وغيرها في دور الأنصار. فعظم الله عز وجل بيوته بقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وعظم من يعبد الله عز وجل فيها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وعظم جل وعلا من يبنيها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يكتب لمن بنى هذا المسجد بيوتا في الجنة، وأن يتقبل منهم وأن يجعله عملا خالصا لوجهه. ثم إنه عظم الله عز وجل شأن المسجد من كل وجه، عظم شأنك وأنت تغدو إلى بيوت الله. قال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. وعظم النبي صلى الله عليه وسلم دخولها، فجعل لها ذكرا عند الدخول وذكرا عند الخروج. وعظم النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخولها أن المرء لا يجلس إلا بعد صلاة،
فإن دخل المؤمن والإمام يصلي تبعه على صلاته، ما أدركتم فصلوا. وإن دخل المؤمن المسجد والصلاة لم تقم بعد فينظر في الحال، إما أن يكون دخوله قبل صلاة لها نافلة قبلية مثل صلاة الفجر، فإن دخل المؤمن وقت صلاة الفجر قبل أن تقام الصلاة فهو يصلي ركعتين بنية أنهما ركعتا الفجر القبلية، ويندرج ضمنا فيهما تحية المسجد، ولا حاجة لأن يأتي بعد ذلك بتحية المسجد. وإن دخل والصلاة صلاة ظهر ولها 4 ركعات قبلها والصلاة لم تقم بعد، فيصلي الركعتين الأولين على أنهما من الركعتين القبليتين قبل الصلاة، ثم يصلي الركعتين اللتين بعدهما، لأن السنة في الظهر أن تكون 4 قبل الصلاة. وإن دخل بعد أذان المغرب أو بعد أذان العصر أو بعد أذان العشاء فهذه الثلاث الفرائض ليس لها سنن قبلية، فتكون الصلاة التي صلاها تحية مسجد لا تقع على غيره، تعد نافلة مطلقة على أنها تحية مسجد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عظم الله عز وجل شأن من يدعو إلى الصلاة فيها. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ولما كان كتاب الله أعظم ما حوته القلوب وأعظم ما حفظته الصدور أصبح لا يقدم إلا من قال في حقه صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. عظم النبي صلى الله عليه وسلم من يسابقون إلى الصف الأول. كل ذلك أيها المؤمنون يدل على فضل المسجد في الإسلام، ويدل على كمال هذه الشريعة. وكلما كان الناس في مسجدهم يحرصون على التآلف والمحبة وذكر الله ويغيث بعضهم بعضا، سواء كانوا في مسجدهم أو خارج مسجدهم، فقد فقهوا حقا لماذا بنيت هذه المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أصحاب نبيك أجمعين، وارحمنا اللهم معهم بمنك وكرمك وغفرانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين. اللهم اجزي خيرا من بنى هذا المسجد وأهله وذريته وقرابته، اللهم اجعله عملا متقبلا خالصا لوجهك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم من على بلادنا بالخير والنماء والإيمان والأمان والعطاء يا ذا الجلال والإكرام، وعم بالخير كله سائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن إخواننا في الشام ما حل بهم من بأس، اللهم ارفع عن إخواننا في حلب خاصة ما حل بهم من كرب وبأس. اللهم عليك بأعداء دينك أينما كانوا وحيثما نزلوا يا رب العالمين. اللهم وفقنا للهدى واجمعنا على التقوى. اللهم إنا نسألك حياة مطمئنة وخاتمة حسنة ومردا غير مخز ولا فاضح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.